النهارده حاجة كبيرة كده ومتشطبة وفيها تفاصيل كتيرة، بس هحاول نشرحها بسرعة عشان تستفيدوا. وللمصداقية طبعا الشغل ده وفي الوقت ده اللي اتنفذ فيه ما كناش لوحدنا اللي بنشطبه، وكان معانا طبعا مساعدين كتيرة، ولكن دلوقتي الحمد لله نقدر نعمل زي ده واكتر بفضل الله. يلا نشوف قصة النهارده بتقول ايه. اهلا بكم مره تانية، معاكم الباشمهندس عبد الرحمن بكر من شركه ايفنت ديزاين. فكره القناه ببساطه اخطاء في التشطيب بقول لك خلي بالك منها، وافكار جديده بقول لك اعملها وتعملها ازاي. ودلوقتي عندنا بلاي ليست اسمها تشطيبات على القناه بتاعتنا، فيها بعض الشغل اللي بتاعنا وسابقه اعمالنا اللي هتفيدك، ولو حابب تاخد فكره برضه عن الافكار اللي احنا بنعملها لو حابب تنفذ حاجه منها عندك. وباذن الله مستمرين كل اسبوع فيديو لحكايه جديده، والنهارده يلا بينا نشوف حكايه النهارده عامله ازاي. ده المدخل زي ما انتم شايفين كده، وقدامه نوعين من التلت ور اللي هو 10 في 20، وبعدين في شكل سداسي برضه. والمتر فيه هنا بيتراوح برضه دلوقتي من 100 ل 120 جنيه توريد وتركيب لو عايزين تعرفوا يعني كسعر المتر. عندنا برضه الحديد وحديد البوابات والسور والكلام ده كله بيتحسب بالكيلو، والكيلو برضه بيوصل فيه 30 جنيه. في رخام جالاكسي في السلم وبعض الحجر على الحوائط طبعا. وفي عندنا فورة ميه برضو شكلها جميل جدا، عملناها مخصوص هنا، وكمان متجلده ببعض الحجر. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين في جبسون بورد وبورسلين وبعض الحجر في التجاليد. وهنا ده باب الدخول. وكمان البي في سي هنا برضو في جورجيا، بالاضافه لبعض التطعيمات السي ان سي. وبرضو دلوقتي هنطلع فوق نشوف الدنيا فيها ايه. نفس القصة، السي ان سي فوق كان زايد معانا شوية، وفي بعض التجاليد عندنا في الحوائط، ومنها الحجر ومنها التجاليد الخشبية. وفي الحمامات طبعا التشطيب بتاعنا جروهي كله. ولما دخلنا طبعا في الغرف الارضيات كلها باركيه مع بعض الجبسن بورد برضو، والابواب هنا تركي جاهزه مقاومه للرطوبه. وهنا برضو الحمام الاخير ده حمام تشطيب جروهي برضو.
وكده خلصت حكايه النهارده. ايه رايكم في المستوى ده وايه رايكم في الشغل الجبار ده؟ الشغل ده طبعا بيحتاج مجهود كبير جدا جدا جدا، ولكن الشغل ده كان قديم عندنا، واحنا اي حاجه بنعملها جديده زي ما احنا بنقول هنزل انا بنفسي واصور الشغل فيما بعد باذن الله. ولو عندك اي انتقاد او اي نصيحه ممكن تقولها لنا في الكومنتات تحت، وباذن الله احنا هنقراها ونستفيد منها. ما عندناش اي مشكله في تقبل اي نصيحه او اي خطأ من اي حد باذن الله. وما تنساش برضو تشترك في القناه عندنا عشان تشوف المستويات اللي احنا هننزلها فيما بعد، ويبقى كتر خيرك لو عملت لنا لايك ودعمت لنا الفيديو ده عشان نساعد الفيديو ده على الانتشار. ولو عايز تواصل معانا ارقام التواصل كلها تحت موجوده، ولو عرفت لنا انك جاي من قناه اليوتيوب هيبقى ليك خصم خاص بيك. اشوفكم على خير في الخامسة مساء من كل خميس، في امان الله.